السلام عليكم متتبعاتي الكريمات ومرحبا بكم في قناتي. راح نشوفوا اليوم مع بعض وصفة أخرى تاع لي جينواز. أنا درت من قبل عدة وصفات تاع الجينواز، كل وحدة والمكونات تاعها مختلفة. هذه المرة راح ندير لكم وحدة أخرى بطريقة أخرى وبمكونات أخرى، وتجي طرية وناجحة بإذن الله تعالى. درتها بطريقتين، فاني درتو على شكل قلب، وشوكولا درتو على شكل مستطيل. هنا باش نعطيكم لو شوا تنوعوا في التزيين. راح نشوفوا المكونات، طريقة التحضير مع بعض. هنا واش نحتاجو 6 بيضات بحرارة الغرفة، وهنا البيض راح نستعملوه كامل. انا هنا استعملت البيترا. ننصحكم اللي عندها البيترا ودير لي جينواز تاعها تستعمل البيترا احسن من الباتور. الباتور يطول شويه وتخافي كي تمشيه بزاف يفزد لك، يبقى البيترا تساعدك خير باش تطلع لك البيض والسكر. هنا نحتاجو نطلعوا البيض والسكر مع بعض. هنا لوحت البيض تاعي كامل، ما فصلتش الصفار على البياض، والبيض تاعك يكون بحرارة الغرفة. لوحت له كيس تاع الفاني و140 غرام سكر عادي، ومغرف تاع الخل. هنا الخل يساعدك يساعدها تطلع وينحي لها ريحة تاع البيض، ينحي له كو هذاك تاع البيض. كما راكم تشوفوا لوحت البيض كامل، 140 غرام سكر، مغرف خل والفاني، وديتها للبيترا. هنا نضربوها مليح بالبيترا حتى يولي القوام تاعها كما راكم تشوفوا هنايا، يطلع يتبدل لونه، يولي ابيض، يولي القوام تاعو كريمي، وتشوفيها تضاعف الحجم، يعني ولا 3 اضعاف، ماهوش ضعفين، 3 اضعاف. هذا هو القوام اللي رانا نفتشوا عليه. واش نجيبو 4 ملاعق زيت. هنا في الكاس هذا درت 4 ملاعق كبار تاع زيت. نلوح بشويه ونخليها تكمل تخلط، او ميم طون هي يتخلط وانا نلوح في الزيت تاعي بشويه. نعطيها الوقت باش تخلط مليح باش ما يهبطليش هذاك القوام. نجيب هنا 4 ملاعق تاع الماء. وهنا الماء نقول لكم يكون سخون سخون سخون، موش دافئ، الماء سخون، يعني قادر حتى نقول لك غليه ولوحيه. 4 ملاعق تاع ماء سخون مليح، ونلوح كذلك بشويه كما راكم تشوفوا فيا نلوح بشويه. 4 ملاعق كبار تاع ماء سخون، ونخليها تخلط مليح كما راكم تشوفوا. هنا كل ما تلوحي مكون كل ما تزيد تضاعف الحجم تاعها. وهذا هو الحكمه باش تجيك الجينواز سهل ناجحه. لازم تتحصلي القوام هذا كي تخلطي البيض تاعك مع السكر. هذا هو القوام اللي نحتاجوه، وهو اللي يساعد باش يخلي الجينواز تاعك تطلع وتجي خفيفه. ما تستعمليش هنا الخميره تجيك مليحه. في هذا الاثناء كي نتحصلوا على القوام اللي بغيناه كما راكم تشوفوا، راح نديروا الحوايج الناشفه. واش نحتاجو هنا؟ نحتاجو 140 غرام فرينه، وزدت لها 30 غرام نشا. هنايا اللي بغات دير لو غو فاني يعني ديرها بيضه دير 30 غرام نشا، واللي بغات ديرها لو غو شوكولا يعني ديرها بنيه دير 30 غرام كاكاو. تنحي النشا وتعوضوا بالكاكاو. انا هنا درتها وحده فاني، وفي طريقه في التقديم اني درت لكم وحده غو شوكولا يعني بدلت النشا بالكاكاو. 140 غرام فرينه و30 غرام نشا او كاكاو، وزدت مغرف صغيره تاع خميره الحلوى. وهنا المغرف اختياريه، تقدري تزيديها وتقدري ما تزيديهاش، انا زدتها باش نضمن باللي تطلع لي مليح. وكما راكم تشوفوا البنات نخلطوا بالطريقه المعتاده. خلطي في اتجاه واحد وجبدي من الاسفل للاعلى باش تخرج الفرينه اللي هبطت لتحت تخرج مليح. انا نحاول نشرح لكم مليح، كاين بنات بزاف يتسرعوا وتهبط لهم القوام تاع الجينواز تاعنا. كما راكم تشوفوا خلطوا في اتجاه واحد وجبدوا من الاسفل للاعلى باش تخرجوا الفرينه هذيك كامل اللي هبطت لتحت، باسكو الفرينه ثقيله تهبط لتحت. والفرينه هنا كي تلوحيها ديما غربليها بصفايه ولا غربال، المهم دائما غربليها. شوفوا هنايا النتيجه تخلطت لي كامل. في هذا الاثناء راح نجيب البلاطو تاعي. هنا البلاطو تاعي الحجم تاعو 30 على 40، دهنته بالزبده وغلفته كامل بالبابي كويسون. هنا المهم نحتاجو لاباس تكون مغلفه، يعني القاعده تكون مغلفه بالبابي كويسون باش ما يلصقليش. الجوانب معليش ما يتغلفوش خاطر نقدروا نفصلوهم بعد بالموس. نحط الخليط تاعي في البلاطو، نخبطو شويه باش يعدل روحو ويجي كامل متجانس في البلاطو. وهنا ديجا نكونوا سخنا الفور تاعنا على 180 درجه. تحطي لاجينواز تاعك وتستنايا حتى نطيب. شوفوا اللون تاعها يتبدل، موش لازم تشعلي لها من الفوق. لوحي برك الموس تاعك ولا العود تاع الشوا لا شتيه ناشف وبدات تحمر لك شوي من الفوق نحيها، موش لازم تشعلي لها من فوق. نحيوها كيما نحيها بعد من الفور. هنا نغطيها
بمنشفه ولا زوج. المنشفه تكون خشينه باش تبقى الحراره هذيك تاعها لداخل ما تتكمشلكش وتكمل طيابها في بعضها، يعني السخانه تاعها تروح لداخل في الجينواز بعد. يعني انا كما راكم تشوفوا غطيتها بزوج مناشف ونخليها تبرد في عقلها، نخليوها تبرد في عقلها. وهنايا نجيو نوجدو لا كريم. انا دائما نستعمل لا كريم شونتيي، نشتي لا كريم شونتيي تجيني سهله ولوغو تاعها خفيف موش ثقيل كيما لا كريم او بور ولا لي كريم الاخرين. هنايا استعملت زوج كاير تاع لا كريم شونتيي فاني، وهنا راح نزيد معاها شكاره تاع لا كريم باتيسير. كريم باتيسير هذيك اللي تاع السوق اللي نوجدوها يتباع بالميزان ولا بالبايط، ولازم يكون كل شيء بارد في بارد. شوفوا هذوك اللي كيبان لهنا دي كيب مقلاصيين، يعني نخرجهم من الكونجيلاتور ونحط فوقهم لو بول تاعي. هذا يساعدني مليح باش تطلع لا شونتيي تاعي. كما قلت لكم هنا درت زوج اكياس تاع الشونتيي ودرت كيس تاع لا كريم باتيسير. عن بالك لا كريم شونتيي تجي دائما صامته فيها لو حلو وتجي ما عندهاش قو باين. ساعات نديروا لها باطا ياور، ساعات نديروا لها باطا فلان، ساعات باطا تاع دانات شوكولا ولا دانات كراميل. المهم باش نبدلوا لها لوغو تاعها. انا درت هنا كريم باتيسير تعطيها لوغو تاع لا كريم باتيسير. ونلوح الحليب تاعي ولا الماء ونخلط بشويه، نلوح بشويه. انا دائما الحليب نلوح بشويه ما نكيلش، بصح نلوح بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيتو تاع لا شونتيي تاعي. والحليب ماذا بك يكون بارد مليح قبل ما ديريه، لوحيه شويه في الكونجيلاتور يبرد مليح وخرجيه. شوفوا هنايا كيفاه القوام تاع لا شونتيي تاعي. هذا هو القوام اللي نحتاجو. كي ديري الباتور تاعك هكا الشكل هذاك يبقى ما يتبدلش. واللي ما تعرفش تخاف تفوت الحليب ولا تنقص، تكيل لا شونتيي تاعها بالكاس ودير نفسها حليب، يعني كيلت لا شونتيي نفسها كيلت الحليب ودير بشوي او ميم طون تكبي بشوي، ما تكبيش لا كونتيتي كامل. تخافي دي فوا ديباسي لا كونتيتي راح تهبط لك لا شونتيي. كيما راكم تشوفوا هنا تحتاج تخلطي مليح. ها هي كي لا كريم شونتيي تاعي وصلت للقوام اللي بغيتو. ها هي كي شوفوا كيف تتهز في الباتر ما تتحركش. نغطيها ونحطها في الثلاجه لو طون اللي نستعملها. انا لا جينواز تاعي ديما نخدمها في الليل والغدوه باش نستعملها. لا جينواز مليحه تخدميها وتخليها تغطيها بابي سيلفيغيزي وتخليها في الثلاجه، واذا كان البرد خليها في الهواء الطلق وباش تستعمليها تكون احسن. خير ما تستعمليها وهي سخونه هكاك. هنايا راح نحي كي بردت لا جينواز تاعي راح نحيها من البلاطو، نحيها من البلاطو. هاي شوفوا كيفاه كيعود البابي كويسون محطوط مليح، تتنحالك من البلاطو فاسيلمون. نحيو البابي كويسون درتها هنا فوق البلاطو. ماذا بك تقلبيها ديريكتومون فوق البلاطو اللي راح ديري عليه المونتاج. انا حطيت هذا البلاطو بليسك شويه كبيره، ما عنديش بلاطو واحد مسطح كبير، حطيتها ديريكتومون فوق البلاطو هذا. فوالا نحيو وشوفوا كيفاه جات طايبه طالعه. هنا تقدري ديريها طبقتين، يعني راح نقصها على زوج ونديرها طبقتين كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه تجي خفيفه طريه خفيفه. تقدري ديري بها مام لي طرونش باتيسري ثاني تجيك مليحه. ها هي كي وقد قد كامل على الارتفاع تاعها متساوي. وهذه هي الوصفه. انا هنا الحاجه الاساسيه تاعي اني نعطيكم الوصفه تاع الجينواز. التزيين اختياري، ديري واش تحبي. هنايا راح نقصها على زوج. هنا جبت تستعملي دائما الموس هذا الكبير تاع المنشار وتقصي به. شوفي ديما تطراسي الجوانب، تطراسي الجوانب، دخلي شويه برك واحد 2 سنتيمتر لداخل الجوانب. شوفوا كيف راني نطراسي فيه هكا. تطراسي ديما الجوانب تاعك باش تدخلي لداخل، ما تجيبيش الموس تاعك من الاول وتجي داخله، لا نطراسيو الجوانب بشويه وندوروا، نطراسيو شويه وندوروا وندخلوا بشويه للوسط هكا تتقص لك قد قد وتجي متساويه، يجيو طبقتين متساويتين كما راكم تشوفوا. نقص في الجوانب بسع ومن بعد كي نشوف نوصل للوسط ساعات كي ندخل الموس تاعي الوسط. واستعملي دائما الموس هذا تاع المنشار الكبير، يكون كبير ديريه دائما تقصي به لا جينواز تاعك هكا. شوفوا راني ندخل بشويه. كاين بنات ما يقدروش يقصوها، كي يقصوها تجيه معوجه بس كي بداو ديريكتومون يدخلوا الموس ويجيو
لا قصي الجوانب السع ومن بعد ادخلي للوسط. ها هي كي شوفوا قسمتها على زوج، طريقه سهله. نحطها جانبا ونديروا لها المونتاج. هنايا كيما راكم تشوفوا هذه تاعي راح نديرها على شكل قلب. نجيب المول تاعي هذا تاع القلب ونقصو. هنايا عندي ان بارتي ماهيش راح تكون، يبقى معليش من بعد كي ندير المونتاج بيسك راح ندير المونتاج في نفس المول هذا اللي قصيت به. كي ندير المونتاج نلوح طرف في الحاشيه هذيك اللي ما جاتش فيها الجنواز. نقص المول تاعي بالمول مليح، شي مليح للداخل كيما راكي تشوفي هكا. وهذوك الجوانب اللي بقاو تقدري ديري بهم حاجه اخرى، ولا تقدري تلميهم مع بعضهم وتقصي طبقه ثالثه ديريها في الوسط. طبقه ثالثه تاع الجنواز ديريها في الوسط. انا هنا فضلت ندير زوج طبقات برك، الاخرى درت بهم حاجه اخرى. هنا المول تاعي هذا تقدري تحطيه ديريكتومون فوق بلاطو وديري المونتاج تاعك، ولا انا كعاد الفريجيدار تاعي صغير الفون نغلفهم، غلفته بالبابي كويسون بابي هذا الترونسبارون، وزدت غلفته بالبابي الومنيوم باش ندير فيه المونتاج كيما راكم تشوفوا هكا. ونحطو ساعتك ونخدم الكاطو تاعي ترونكيل. هنايا نحط الطبقه الاولى تاعي للاسفل، اللي كانت في الاسفل نحطها هي الاولى مهما كانت معوجه ولا مش راح تضرني. ها هي كي حطيتها. الطبقه الثانيه نحطها اكوتي كيما قلت لكم. الفتات هذوك اللي بقاو تقدروا تعدلوهم وديروهم طبقه ثالثه في الوسط. طيب ما يهمش ما يجيوش معدولين، مي مش راح ياثروا على الكاطو تاعك. هنايا زدت طرف الحاشيه هذيك اللي ما جاتنيش في القصان وسقيتها هنا بالجي. تقدري تسقيها بالجي بالحليب بالسيرو كيما تحبي. انا درت هنا جي بويسك راح نديرها بلي فروي. درت جي وهنا درت كومبوت فراز، كومبوت تاع فراز، ولا ديري كونفيتور فراز ولا ما ديريش كيما تحبي. ودرت الانكوش تاع لا شونتيي، انكوش تاع لا شونتيي عدلتها مليح بالسباتو. المول هذا يساعدك مليح في المونتاج، خير ما ديريها وحدها هكاك، هذا يعطيك الطعم ديري المونتاج تاع الكاطو تاعك كيما تحبي. هنايا عندي لي فروي روج هذو كونجولي، لي فروي روج مخلطين، دي فرامبواز دي سوريز مخلطين، فيهم المارتي فيهم لي فراز فيهم قداه نوع تاع لي فروي روج. حطيتهم في الوسط ودرت الطبقه الثانيه، الطبقه الثانيه تاعي وراح نغطيها بلا كريم. نزيدو نديرو الطرف هذاك اللي قعد لي هنا. ما تخافيش الطرف هذاك مش راح يطيح من بعد، مع لا كريم تجمد تحكم روحها مش راح يطيح لك. ها هي كي نضغط عليها مليح باش تحكم روحها الطبقه الاولى مع الثانيه، ونغطي الوجه بطبقه اخرى تاع لا كريم. على واه قلت لكم هذا المول يساعدكم يعطيكم الطوع باش تليسيو الوجه مليح. شوفوا هنا كيف ليسيتو فاسيلمون. هنا نحطها في الثلاجه تحكم روحها مليح ومن بعد نديمو ليها وندير لها الحواشي. وللاسف الفيديو التكميلي راح لي ما قدرتش نكمل لكم المونتاج. هنايا كيما قلت لكم اللي بغات دير لا جينواز تاعها شوكولا تنحي النشا ودير في بلاصتو شوكولا. انا درتها هنا وراح نديرها لكم شكل مستطيل، يعني شكلها اللي درته هنا. درت لها شربتها كونديا شوكولا وانت تقدري تشربيها بالحليب. درت لها انكوش تاع لا كريم شونتي غو شوكولا، ودرت لها طبقه تاع الكراميل ديكو جيل كراميل. تقدري ديري لاباطا تارتيني كيما تحبي، ديري شوكولا ذايبه تلوحيها من الفوق لا صوص شوكولا واش بغيتي تزيدي زيدي، المهم يكونوا النكهات تجي مع بعضها. وهنا درت دي بيبي شوكولا. تقدري ديري مكسرات، تقدري ديري البنان ثاني يجي مليح مع لوكو شوكولا، ديري مكسرات الجوز ثاني يجي مليح. وغطيتها بالطبقه الثانيه وكملت لها المونتاج اللي راح تشوفوه في التقديم. هنايا هذه تاع القلب كيما قلت لكم الفيديو التكميلي راح لي للاسف ما لقيتوش سيبريمالي. هنايا كي خرجتها من الثلاجه زدت درت لها على لي كوتي لا شونتيي عدلتهم مليح، ودرت لها ان بوشاج من الفوق كيما راكم تشوفوا. قسمت القلب على اثنين، هذاك الاحمر سي غلاساج ميغوار غوز، والجانب الثاني بوشيتو بلا بوش. درت بوشاج وزينتها لي بيير هذوك تاع اللي ناكلوها اليمونتير. درت ديغوت تاع غلاساج ميروار على الجوانب
وهذه هي النتيجة تاع الشكل القلب ولوغو فاني كما راكم تشوفوا فيها. نأسف انه ما كملتش الفيديو اللي راح لي التكميلي تاع التزيين، مي معليش، هكا تديو نظرات تعرفوا تزينوا، كل وحده تزين كيما بغات الكاطو تاعها. ومن بعد راح تشوفوا تاع الشوكولا كيفاه زينتو ثاني كيف درت انكوش من الفوق غطيتها كامل هذيك المستطيله باللاشونتي شوكولا، وبوشي تاع الجوانب وقسمتها على زوج. جزء درت فيه غطيته بالديكوجيل شوكولا، والجزء الثاني درت فيه دي تري تاع ديكوجيل كراميل كما راكم تشوفوا هنايا. كما قلت لكم غطيتها كامل بلا شونتيي، درت جوانب بوشيت على لي كوتي كامل قسمتها على 2 كما راكم تشوفوا. هذاك الاسود راهو ديكوجيل شوكولا، واللي في الجنب ديكوجيل كراميل، هذا الخطوط ديكوجيل كراميل. زينتها بالسيجار محشي بالشوكولا، وهذو قطع تاع الشوكولا. وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. عطيتكم التزيين شكلين اللي تحب تجربها، ونقول لكم بلي راهي وصفه ناجحه تاع الجينواز. نتمنى يعجبكم الفيديو هذا، نشوفكم في وصفات اخرى باذن الله تعالى، والى اللقاء.